إنذار رسمي لقناة الهداف بسبب تجاوزات مهنية ضد مجمع سونا الغاز. وجهت السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي البصري في الجزائر إنذارا رسميا إلى قناة الهداف تي في عقب بث تصريحات وصفت بأنها تحمل إساءة واضحة لمجمع سونا الغاز خلال حلقة من البرنامج الرياضي بالمكشوف بتاريخ 17 جوان الماضي. وجاء هذا القرار بعد أن تقدم مجمع سونا الغاز بشكوى رسمية للسلطة في 21 جوان عبر فيها عن استنكاره للتصريحات التي اعتبرها تمس بسمعة المؤسسة وتسيء لمسؤوليها بشكل علني، حيث تضمنت الحلقة سخرية واستخفافا صريحا بطبيعة نشاط المجمع ومكانته في قطاع الطاقة. وقد استدعت السلطة مسؤولي القناة يوم 25 جوان للاستماع إلى ردودهم الشفهية والمكتوبة قبل أن تجري تحليلا موضوعيا للحلقة وللمحتوى المتكرر في برامج رياضية أخرى، خلص إلى وجود انحرافات لفظية ومواقف لا تتماشى مع أخلاقيات المهنة. وتؤكد السلطة أن هذا الإجراء يشكل خطوة حاسمة لضبط الخطاب الإعلامي وضمان احترام المعايير المهنية، خاصة في البرامج الرياضية اللي بتشهد في الآونة الأخيرة انفعالات وتجاوزات متكررة. وتبقى الأسئلة مطروحة حول تأثير هذا القرار على طريقة تعاطي القنوات مع المحتوى الحواري ومدى التزامها مستقبلا بالمهنية والحياد عند مناقشة المواضيع الحساسة المرتبطة بمؤسسات وطنية ذات طابع استراتيجي. إذا أعجبكم المحتوى لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة حتى يصلكم كل جديد. شاركوا الفيديو مع أصدقائكم وخلونا نواصل نشر الفائدة والمتعة سويا.